الشعوب ديال مجموعه من الدول بان المغرب الان اصبح قريه ديال السياحه الجنسيه واحد القريه ديال البيدوفيليا. اذا تحيه للشعب المغربي على الخير ديالو وعلى التضامن ديالو وعلى الوقوف ديالو جنبا الى جنب، لان بدون التضامن ديال السير وبدون الوحده ديال الشعب المغربي لن يتقدم هذا الشعب الى الامام. إذا الآن أصبحت جميع الشعوب سواء ديال شمال إفريقيا أو الشعوب ديال الشرق بيانسير الشعوب الأخرى أنها الآن أصبحت في مرحلة ديال الربيع الديمقراطي وواحد المرحلة ديال التطور ديال الوعي السياسي والوعي بيانسير ديال هذه الشعوب التي تبتغي أو تحلم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية. الشباب بيانسير على هذا الشكل النضالي الراقي. هاد قوى القمع بيانسير بانها ما خصهاش تخلعكم، لاننا نهان يوميا لان الشعب المغربي كله سواء اللي خدام سواء المعطلين سواء الشباب سواء الطلبه والتلاميذ. الطلبه الان اعتقالات صفوف الطلبه، اغتصابات صفوف الاطفال، اهانات وتسريح العمال وطرد المجموعه من العمال في مناطق معينه. يجب ان لا يكون نضالنا نضال ذو افق ضيق او اننا بيانسير تنتزع السلوان ديال المغاربه عطينو ضيق الجو. نو، يجب ان تكونوا يقظين، يجب ان يكون الشعب المغربي يقظا، يجب ان يكون مناضلا كما بيانسير شدنا الجداد ديالنا اللي ناضلوا قاموا بالكلاش وقاموا بيانسير بمجموعه من التقنيات باش انه نلقاو اليوم هذه المدرسه هذه، باش انه نلقاو هذا السبيطار هذا اللي اصبح الان يباع. ان السبيطارات الان ابتعاد، ان المدارس مع التلاميذ. اذا يجب ان لا نكون نضالنا، يجب ان لا يكون نضالنا نضال ضيق. لا من يقول قف يجب ان اسمع قف من هذا طرف القوى باش نعترف ابناء الشعب ديالي. ما خصنيش نسمع قف من طرف الاحرار، غنسمع قف هذه القوى من طرف هذه الشعب المغربي. بالعكس، بل نناضل من اجل حريه التعبير، بل نناضل من اجل اننا نقبل حريه التعبير كمهمه سواء كاحزاب لتتناشد الاصلاح سواء بيانسير كديارات اللعبه السياسيه او سواء بيانسير من طرف الاحرار كاملين الشرفاء راه تنظم من اجل حريه التعبير. من يقول قيف او من يقول اسكت هو النظام، ومن يقول هذا يعني صفوت وتقديم هذا النظام. اذا لا يجب ان نكرر هذه الافعال بقدر ما يجب ان نشجع ابناءنا ومناضلين